مش كل الأصوات لازم ترد عليها، ومش كل نداء بيكون بريء، ومش كل نداء بيكون نداء عادي، ومش كل صوت ست في الضلمة لازم ترد عليه. في أصوات نهايتها المقابر أو الجنون. أنا أحمد منصور من قرية صغيرة في مركز معطاي المنيا، وأقسم لكم بالله اللي هحكيهولكوا ده مش خيال ولا قصة مرعبة من اللي بنقراها ونطفي النور ونهزر. لا، دي حكايتي، حكاية بدأت بكلمة تعالى يا أحمد، وانتهت بكابوس كل ما أصحى منه أحس إن أنا لسه جواه، لأن الندهة رجعت تاني، والمرة دي كانت عايزة تاخد كل حاجة، مش أنا بس. كانت عايزة تاخد اللي بحبها وتاخد عقلي وتاخد روحي، كل حاجة. وأنا كان لازم أختار، أهرب ولا أرد. أنا أحمد منصور، عندي 34 سنة، عشت طول عمري في قرية صغيرة جنب مطاي في المنيا، بشتغل في الزراعة، وكل يوم برجع من الغيط بعد المغرب. وفي يوم اتغيرت كل حياتي. كنت راجع متأخر قوي، يمكن كانت الساعة قربت على 1 بالليل، وطبيعي جدا ان الغيط يبقى جنب الترع، وكنت لازم اعدي من جنبها. كانت كل حاجة ساكتة في اللحظة دي، كأن الجو ميت، حتى الزرع ما كانش بيتحرك، ما كانش فيه هوا. كنت ماشي بالعجلة وسمعت حاجة غريبة، مش صوت خطوات، لأ، صوت زي ما يكون حد بينادي عليا، صوت ست. سمعت واحدة بتناديلي وبتقولي أحمد أحمد. الصوت كان ناعم بس ما كانش طبيعي. لفيت وشي، كانت الترعة كلها ضلمة، بس زي ما يكون في انعكاس خفيف زي البرق كده فوق المية، وزي ما يكون في طرحة بيضة بتتحرك على وش المية. جسمي كله أشعر، مع إني أصلا في الطبيعي مش بخاف، بس في اللحظة دي جسمي كله اتجمد. لقيت الصوت اتكرر وبقى أقرب وبقى أوضح، وناديت لي تاني وقالت لي أحمد تعالى تعالى. من غير ما أحس، كأن في حاجة لا إرادية بتحركني، رجلي بدأت تتحرك لوحدها. كنت حاسس إن أنا كأني تايه في حلم، ولقيتني قربت من الترعة، وشي كان هيقرب من سطح المية، وفجأة كلب عندنا من العزبة اسمه شيكو، كنت دايما بحط له أكل، جه من ورايا وفضل يهوهو كتير، وعض طرف الجلابية بتاعتي. الكلب كان بيهوهو زي ما يكون مرعوب، وكان بيشدني لبعيد. فجأة فقت وجريت بكل قوتي. تاني يوم حكيت لشغل غفر عم حامد، راجل كبير وبيعرف كل الأسرار، وشه اتبدل أول ما حكيت له، ولقيته بيقول لي ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ معنى كده ان هي رجعت تاني؟ ده احنا كنا فاكرينها خلاص راحت من سنين وسابتنا. وفضل يحكي لي عن شباب من القرية اختفوا بنفس الطريقة ومن زمان، وان هي مش أسطورة زي ما الناس متخيلة، وان كان في واحد اسمه ياسر في سنة 2002 قالوا ان هو ساب البلد وسافر، بس امه كانت بتقول ان هو بيصحى مفزوع من كوابيس، ودايما كان بيقول ان كان في صوت واحدة ست بتناديله ومحدش يعرف عنه حاجة. وكان في طفل صغير اختفى بعد ما شاف حاجة على شط الترع، وقال لمامته الست بتضحك لي وبتناديلي يا ماما. وغيرهم كتير، كلهم اختفوا، والناس اصلا بتخاف تتكلم او تجيب سيرتها. بعد الليلة دي بقيت احلم بأحلام كلها كوابيس. كل ليلة بقيت احلم ان انا واقف في وسط الترع والمية هادية جدا، وفي ضباب خفيف وصوت ست بيقرب مني وبيقول لي انا مستنياك. كل مرة كنت بحاول اصرخ
بس صوتي ما كانش بيطلع. والحلم اللي خلى قلبي يقع، لقيتها في مرة قالت لي لو ما جيتش هاخد اللي بتحبها. صحيت مرعوب، لقيت مراتي دعاء نايمة جنبي ووشها شاحب وعرقانة. سألتها في ايه؟ قالت لي كنت بحلم حلم وحش قوي، كنت بحلم اني غرقت في الترعة وانت واقف بتضحك لي وما بتنقذنيش. ساعتها عرفت ان هي مش بتهزر، ان النداهة بدأت تطول اللي حواليا. وفي ليلة 24 مارس كنت صاحي متوتر، قررت ابات برا البيت. وانا خارج من باب الدار سمعت صوت ضحكة ست بصوت واطي جاية من ناحية الجنينة. رحت اصرخ في الهوا، عايزة ايه تاني؟ سيبينا في حالنا بقى. وساعتها حسيت بحاجة بتجري جوه الحوش. بصيت لقيت دعاء مش في اوضتها. دورت في البيت كله، مفيش فايدة، ما كانتش موجودة. جريت على شط الترعة، لقيتها هناك واقفة، مراتي واقفة قدام المية وطرحتها طايرة، وصوت الست طالع من حنجرتها هي، وعمالة تناديلي وتقولي تعالى يا أحمد أنا هنا. هجمت عليها وشدتها من دراعها. حسيت زي ما يكون جسمها بيتسحب لتحت، زي ما يكون المية بتجذبها. فضلت أصرخ. لقيت ناس من الجيران اتجمعوا حواليا وشدوني، ولقوا دعاء واقع على الأرض وفاقدة الوعي. فضلت في المستشفى يومين من الصدمة. بعد الكارثة دي شيخ الغفر وصلني الراجل اسمه الشيخ عبد الرحيم، راجل كبير عايش على طرف الجبل. قال لي بصوت تقيل هي ما بترحمش يا ابني، بس ممكن تتقي شرها لو عرفت سرها. وحكالي ان النداهة دي مش جنية عادية، دي كانت بنت من زمن بعيد قوي، ماتت غرقانة بعد ما أهلها اتهموها بالعار وقتلوها ودفنوها جنب الترعة. وروحها فضلت تنادي على أي راجل شبه اللي ظلمها وأي واحدة بتحبه. سألته طيب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ قال لي ابعد وانسى، بس عشان أكون صريح معاك هي مش هتنسى، بس انت سيب البلد واهرب. سمعت كلامه، وأنا دلوقتي سايب القرية وساكن في شقة صغيرة في المقطم. بس للأسف الحكاية ما خلصتش. من أسبوعين لقيت ورقة على باب شقتي مكتوب فيها أنا مستنياك، مش هسيبك. ومن ساعتها بدأت أسمع صوت جوه ودني، والكوابيس بدأت تتكرر تاني، ومش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي ولا النهاية هتكون إيه. يا ترى هكون زي اللي نداها خدتهم وما رجعتهمش تاني، ولا ممكن حاجة تظهر وتنقذني. بس أنا عايزة أقول لكم حاجة أخيرة، اوعى تمشي جنب ترعة بالليل لوحدك، ولو اضطريت تمشي وسمعت صوت حد بيناديلك اجري بأقصى سرعة عندك وانقذ نفسك. وما تفكرش حتى تبص، مش تفكر ترد، لأنك ممكن ما ترجعش تاني أبدا.